صنعت أخبار الدولية الجزائري يوسف عطال الحدث اليوم الجمعة بسبب اعتقاله في فرنسا ثم إطلاق سراحه، حيث احتجزت الشرطة الفرنسية مدافع نيس الجزائري يوسف عطال على سبيل الاحتياط بعد اتهامه بالدفاع عن الإرهاب بسبب مقطع فيديو نشره بشأن الحرب في غزة، بحسب ما علمت وكالة فرانس من المدعي العام في نيس، مؤكدا ما نشرته صحيفة نيس ماتان. وحسب ما نقله موقع نيس ماتان فإن لاعب الخضر عطال تم تقديمه أمام النيابة يوم الجمعة على الساعة 2 زوالا، بعد أن احتجزته أمس الخميس شرطة أوفاري بمدينة نيس على خلفية اتهام الدولي الجزائري بإثارة الكراهية على أساس الدين. وأفاد موقع إذاعة مونتي كارلو بالإفراج عن عطال ووضعه تحت إشراف قضائي، وأشار إلى استدعائه للمثول أمام محكمة الجنايات في 18 ديسمبر. وقررت المحكمة القضائية في نيس إطلاق سراح عطال بكفالة تقدر ب80 ألف يورو مع وضعه تحت الرقابة القضائية. وأوضح ذات المصدر أنه تم منع يوسف عطال من مغادرة التراب الفرنسي باستثناء أنشطته كلاعب كرة قدم محترف إلى حين مثوله أمام محكمة الجنايات. وسارع نجوم الخضر في صورة محرز بن سبعيني بونجاح فيغولي وبن عيادة وعوار وشيبي والحارس موندريا لتقديم دعمهم ليوسف عطال الذي يدفع ثمن عنصرية الفرنسيين إلى كل ما له علاقة بالإسلام والعروبة.